مرحبا بكم في حلقة جديدة من عالم عجيب. اليوم سنستعرض لكم قائمة لأخطر السجون وأكثرها عنفا على الإطلاق، بل وأكثرها إثارة للجدل حول العالم. سجن سوبر ماكس فرنسا بكولورادو هو المأوى النهائي لأخطر المجرمين وأعنفهم، كما أنه من السجون الأشد أمنا على الإطلاق، بل وصفه العديد بأنه النسخة الأنظف من الجحيم، إذ تنص سياسته على عزل السجين كليا في حبس انفرادي طوال مدة عقوبته، مما جعله من أكثر السجون نسبة في الانتحار، وذلك بسبب شعورهم بالوحدة الرهيبة. سجن كوانغ بانغ بتايلاند يبعد فقط أميال قليلة عن العاصمة بانكوك، والتعذيب فيه شيء روتيني، حيث لا تقدم للنزلاء إلا وجبة واحدة من الأرز يوميا، كما يفرض عليهم ارتداء الأغلال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة عقوبتهم. والأسوأ من هذا أن المحكوم عليهم بالإعدام تلحم الأغلال على أرجلهم بشكل دائم. سجن بيتالك بروسيا يتميز هذا السجن بإجراءات أمنية مشددة، حيث يقضي السجناء 20 ساعة يوميا في الحبس الانفرادي، كما لا يسمح لهم بالزيارة سوى مرتين في السنة، هذا بالإضافة للبرد الشديد الذي تعرفه المنطقة على طول العام، الشيء الذي يجعل العديد من نزلائه ينتهون بالجنون. معسكر 22 بكوريا الشمالية يعرف هذا السجن بنهجه أسلوب التعذيب الشديد، حيث ترك تشوهات على أجساد أكثر من 30% من مجموع النزلاء، كما أن السجن يقدم وجبتين مكونتين من الذرة فقط يوميا، مما جعل بعض السجناء يعتادون على وجبات خفيفة يصطادونها من الجردان أو الضفادع أو الثعابين لتعويض نقص اللحم في الغذاء. سجن كرانديرو بالبرازيل رغم إغلاقه رسميا سنة 2002 لا يزال يصنف ضمن أبشع السجون حول العالم، حيث كان يعرف فوضى عارمة واندلاع أعمال الشغب بين الفينة والأخرى. ففي سنة 1992 لقي داخله 120 نزيلا مصرعهم على يد الشرطة في أحد عمليات احتواء الشغب، فضلا عن انتشار مرض الإيدز بنسبة 20% بين النزلاء. سجن سان كوينتين بكاليفورنيا هو أسوأ السجون سمعة على الإطلاق في كاليفورنيا، فإلى جانب الأساليب الوحشية المستخدمة في التعذيب داخله، فإنه يمثل خطرا على حياة النزلاء بسبب اكتظاظهم بأعداد مبالغ فيها، الشيء الذي يتسبب في ارتفاع معدلات الوفيات بينهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية السيئة به. سجن جيتامارا المركزي برواندا يمكن وصف هذا السجن بالجحيم الحقيقي على الأرض، حيث يضم أكثر من 10 أضعاف طاقته الاستيعابية، الشيء الذي ترتب عنه اكتظاظ رهيب يستحيل معه النوم في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى نقص حاد في الطعام والشراب والخدمات الصحية، وغالبا ما يموت السجناء من الجوع لدرجة أن بعضهم اضطر إلى أكل لحوم بشرية للبقاء على قيد الحياة. سجن جزيرة ريكس بنيويورك يضم هذا السجن فقط 10 زنزانات تكتظ بأكثر من 12,000 سجين، حيث عرف على مر تاريخه الحافل حالات عديدة من الاعتداء والقتل والاغتصاب للسجناء من قبل الحراس، كما أنه ينظم بشكل دائم نزالات عراك بين المساجين لتسلية السجناء والسجانين على حد سواء. سجن سابانيتا بفنزويلا يشكل هذا السجن مرتعا للعصابات وقطاع الطرق وتجار المخدرات، إذ يشهد من وقت لآخر أعمال شغب واغتصاب بسبب احتوائه ضعف طاقته الاستيعابية. ومن المفارقات أن المساجين يمتلكون أكثر من 22,000 طلقة ذخيرة حية وكمية كبيرة من الأسلحة، بالإضافة إلى نفق تحت الأرض لتخزين الكوكايين والماريجوانا. سجن ديار بكر بتركيا افتتح سنة 1980 ويحتجز فيه جميع أنواع المجرمين والمخالفين للقانون، بما في ذلك السياسيين المتورطين في فضائح الفساد، ويمتلك السجن تاريخا طويلا من القتل والتعذيب ونسبة عالية في الانتحار، كما يحتجز فيه أكثر من 350 فتى وفتاة لا تتجاوز أعمارهم سن 17 عاما. أتمنى أنكم استمتعتم بالفيديو، فلا تنسوا الاشتراك بالقناة لمتابعة الجديد.